يا صباح الهنا والسرور على عيونكم. عايزة تحولي بيتك كده لمنزل فندقي نضيف مرتب من غير أي مجهود من غير أي تعب؟ لازم تفكري زي تفكير الفنادق بالظبط. هتعرفي ازاي؟ تابعي الفيديو معايا للآخر وإن شاء الله هتستفادي منه. مش محتاجة منك غير لايك وشير على قد ما تقدري لكل أصحابك وحبايبك، وما تنسيش تشتركي في القناة وتعرفيني بتتابعيني منين. يلا بينا نسمي الله وندخل على الخطوات على طول اللي هتسهل عليكي عبء التنظيف او الترتيب او اللازم منه. جميل. يلا بينا نسمي الله. اول حاجه بنسمي الله كده يا جماعه وبنصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام، ونخش كده بكل صدر رحب. احنا مش داخلين خناقه، احنا بننظم بيتنا. جميل. فاهم حاجه واول حاجه بنصحك بيها ان ولادك ما يكونوش موجودين في الغرفه اللي انت بتنظميها او بتروقيها، يا اما يكونوا في المدرسه او في الدروس او في النادي، او تطلبي منهم يغادروا الاوضه خالص ومحدش فيهم يدخل عليكي، او انت اقفلي على نفسك يا ستي مفيش مشكله. اول حاجه زي ما انتم شايفين كده رتبت السرير، والسرير لو محتاجه ان انت تغيري الملايه او الدفايه غيريها فورا وما تتردديش. هودي بقى اي حاجه تخص المطبخ زي الكوبايات والاطباق والكلام ده، ولمع الكومود او الكومودينو زي ما بتقول. هفتح بقى الشباك وهطلع كل الطاقه السلبيه وادخل مكانها طاقه ايجابيه. تعالوا بقى شوفوا الهدوم اللي على السرير، في منها هم قلعينه عايز يتعلق، ومنه نضيف متطبق عايز يترتب. فطبعا الدولاب ما ينفعش احط المترتب على المتبهدل زي ما انتم شايفين كده، فانا هطبق كده. يعني هعمل مثلا ايه، يعني هنظم على قد ما اقدر كده إيه تنظيم خفيف كده بسرعه. عايزه اقول لكم يا جماعه، العين اللي بتقع على الحاجه المكركبه او المش منظمه، عايزه اقول لكم بتدي اشاره للمخ، والله العظيم زي ما بقول لكم كده. حتى انتوا راجعوا نفسكم هتلاقوا نفسكم، لو انتوا وراكم اعباء كتير ومحملين نفسكم فوق طاقتكم، هتلاقوا نفسكم بتخشوا الغرفه وتقفوا في نص الغرفه كده وتقولوا هو انا كنت جايه هنا اجيب ايه؟ هو انا كنت بفتح التلاجة كنت عايزه ايه؟ انا كنت بفتح الدولاب يعني محتاجه منه ايه؟ ده بسبب ايه؟ بسبب ان احنا دايما شايفين قدامنا كركبه. تخلصوا من الكركبه فورا يا جماعه. ازايز بقى زيت فاضيه، علبه كريم فاضيه، ازازه شامبو فاضيه، اي حاجه كده. العاب الاولاد حطوها في شنطه كده كبيره زي ما انا عامله كده، عشان جايبه شنطه مخصوصه ولما فيها كل الالعاب وحطاها فوق الدولاب. لما بيكون انا راضيه عنهم وهم بيكونوا مخلصين الهوم ورك وعاملين كل اللي وراهم، بنزل لهم الشنطه كده لمده ساعه يلعبوا، وبعد كده بطلب منهم يلموها تاني في الشنطه واحطها فوق الدولاب. المهم ان انا مبقاش شايفه الكركبه دي. الدبدوب اللي انتوا شفتوه الصغنون ده ابن بنتي. مريم بنتي بتحبه جدا. عايزه اقول لكم عامله له فساتين وحاجات كده واللازم منه. فالكركبه يا جماعه اي حاجه، ازازه فاضيه، علبه، اي حاجه فاضيه ارمي على طول، ما تخليش حواليكي كركبه. بصوا بقى الكتب، هحط كل واحده كتبها في درجها، كل واحده من بنات عامله درج حاطه فيه الكتب والكراريس بتاعه الدروس والحاجات دي. وهشيل كل الحاجات الصغيره، بصوا اهو التوك بقى اهو بتاعت كل واحدة حاجتها خاصة بيها في درجها، علشان ما يرجعوش يشبطوا ولا يتخانقوا مع بعض. وهلمع كده التسريحة. وقلت لكم قبل كده في الفيديو اللي فات، المشمع هغيره، والله هغيره، بس لما انزل يا جماعة ادعوا له كده ايه، انزل بالسلامة واجيب شوية الطلبات اللي ناقصاني. هكنس بقى كده بالمكنسة. طبعا انا لسه عامله معاكم روتين الاوضه دي ومسحاها تحت السراير ومخليها زي الفل، فانا هكنس بس بالمكنسه كده اي فرافيت بقى بتقع منهم، بقى هم بياكلوا سندوتشات بياكلوا اي حاجه. بص بفتح الدرج لقيت جواه ايه، لقيت جواه طبق قشر برتقان، مقشرين برتقان وحاطين الطبق في الدرج. تعالوا بقى اروح اوضه الصبيان، يعني كده الاوضه اللي فاتت دي اوضه البنات. جميل جميل. والاوضه دي اوضه الصبيان. تعالوا بقى كده ايه، فتحت الشباك طبعا برضو عشان ادهوي المكان، وحطيت البطانيه تتهوى. وبعدين السرير اللي انتوا شايفينه ده على طول محدش بينام عليه، فبرضو نفضته يا جماعه. لازم ننفض اي سرير حتى لو مش محدش بينام عليه. جميل جميل. هخش بقى كده اشوف دولاب ابني اللي دايما مكركب ده ومغلبني، هرتبه له على قد ما اقدر. ولما اي حاجه هو راميها شمال يمين كده، اشوف ايه النضيف وايه اللي مش نضيف، وعلى السبت على طول لو حاجه مش نضيفه. وهنفض كده برضو السرير وهنظمه. وزي ما شفتوا كده لمعت الكومودينو بتاعه كده ليه مرايه، لمعتها. وهكنس برضو الاوضه، برضو لسه مسحها قريب يا جماعه. بس ولمع بقى المكتب بتاعه والكمبيوتر والكلام ده، والاوضه راحت زي الفل. ايه رايكم بقى؟ قولوا لي بقى في التعليقات. تسلم ايديكي شطوره، ارفعوا من معنوياتي يا جماعه.
والله العظيم انا بزعل جدا ان انتوا لما تخشوا تتفرجوا كده وما بتحطوش لايك. بزعل جدا ليه كده؟ حطوا لي لايك وعلقوا لي كلمه حلوه، فرحوني بيها. يعني اعتبروا كده ان ايه. بصوا انا طبعا طفيت النور وسبت بقى الاوضه تتهوى، ورجعت غرفه البنات بوريكم بصوا الجو عامل ازاي بره. وقفلت كمان هنا. قولوا لي بقى الستاره دي لايقه ولا اشيل الستاره دي بلاش بعرض الحيطه كده، واعمل ستاره بين السريرين وبس؟ قولوا